تصدق وتامن بالله؟ مراد ده مش راجل، لانه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقول لك انت مش هتقدر تعمل حاجه، كان واقف قصادك كده. ولولا شويه الغجر اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى، ده بيخاف منه. فكها بقى يا حسني بقى. جرى يا حسني، انت هتعيط ولا ايه؟ كسرني يا ليلى، حسسني ان انا ماليش لازمه، ان هو ممكن فعلا يدوس عليها بجزمته زي ما قال. فشل. ده انت سيده وسيد سيده كمان. ده انا كنت مطمنه بس عشان انت جنبي. ولعلمك ده كان تمامه، ولا يستجري كان يعمل حاجه اكتر من اللي عمله عشان انت موجود وكان خايف منك. انت طيبه قوي يا ليلى. وانت جدع يا حسني، وراجل وسيد الرجاله كمان، وكبرت في نظري. ولعلمك بقى، هو النهارده قوي بفلوسه، وانت بكره هتبقى اقوى منه بليون مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. هتفكها بقى يا اخي، هي ناقصه نكد؟ انا ما بحبش النكد، كفايه البوز اللي مستنيني في البيت. اه والله. عارف يا حسني، انت مليت دماغي. اه والله العظيم، اول مره في حياتي احس ان في راجل واقف في ظهري ومش خايفه من حاجه. لا مش اي راجل، راجل انما ايه، قمر طول بعرض وحاجه حلوه كده. يا بنت انت هتعكسيني ولا ايه؟ اوكي يا عم، والنعمه الشريفه ما حد واخد منها حاجه ولا مستاهل. دي مين دي؟ الدنيا. اكون مين يعني؟ الدنيا صعبه قوي يا حسني، قوي، وخصوصا على اللي زيي. ما حلتيش حاجه، ولا مال ولا ظهر ولا عيله تستر وراها. ما حلتيش غير القرشين اللي باخدهم كل اخر شهر من شغل، ومرات ابويا الله يحرقها بتاخدهم مني اول باول. وابويا زي ما انت داري ملوش في حاجه. بس انت جدعه يا بنت يا ليلى. تفتكر؟ والله ما عارفه اذا كنت انا اصلا جدعه ولا يعني لازم ابقى جدعه، بس هو السؤال انا ما بقاش جدعه ليه؟ يعني انت لو ربنا بعت لك فلوس كتير هتتغيري يا ليلى؟ سؤال وجيه، على حسب. يعني لو معاكي مليون جنيه اوعي تقولي لي ابني جامعه ومستشفى واطلع بالباقي عمره. لا لا استنى، انا هقول لك. انا طول عمري من وانا صغيره نفسي انبسط، نفسي من عيني اروح على بحر كده واشم هوا نظيف وافضل ابلبط في الميه واطلع واكل جيلاتي. والله اقول لك مليون جنيه تقولي لي بحر وجلادي؟ ايه الفقر اللي انت فيه ده؟ ولا فقر ولا حاجه يا عم، انا بشكر ربنا على كل حال، الحمد لله. ده انت لو اديتني شقه فول قد كده اكلهم واقول له متشكرين قوي. انا مش عايزه حاجه غير الستر. انا بقى عايز عربيه كبيره 18 باب. اه والله. شقه على النيل هنا كده. شقه ايه؟ لا فيلا. فيلا كبيره قوي زي بتاعه ابو دير اللي كنا عنده دلوقتي ده. طب يلا يا اخويا اللي بتحلم، مش هتوصلني ولا ايه؟ انا اتاخرت. طب ما خلينا قاعدين شويه. يا عم انا مستنيني بوز قد كده في البيت، دي هتطلع روحي. يلا بس يلا. عارفه انا لو منك اديها بنيه اجيب اجلها. هيحصل والله، ما تستعجلش. ان شاء الله هشيلها هيله بيلا كده واقوم حدفها من البلكونه اهو نخلص. ايوه كده. حد كنت جنبي. انت لسه صاحيه؟ خير، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ عندي ليكي خبرين احسن من بعض. يا ريت. تعالي خشي. اقعدي اقعدي. قولي. اولا انت اشتغلتي معايا يا شيخه. ايوه. ثانيا ايهاب عايز يخطبني. بجد؟ شفتي؟ مش قلتلك اول ما هيمشي النحس هتفك. انا مبسوطه قوي مبسوطه قوي يا جليل، انا حاسه ان الدنيا بتفتح دراعاتها ليا، انا حاسه ان انا هخلص كده من الحاره قريب قوي وهطلع بقى على وش الدنيا واعيش. يا بنت هو انت مش عايشه؟ طبعا مش عايشين، انت اصلك مكبره دماغك. الدنيا دي عايزه اللي ياكلها اكل، اللي يطويها ويحطها في جيبه،
مش اللي يرضى وينخلها. اقول لك انت من بكره تروحي تشتري هدوم وتنزلي كده للكوافير، عشان هتشتغلي في شركه صاحبها هيبقى خطيبي. شكلك ومظهرك لازم يليق بالمكان، وانا متاكده انك شهر وهتشغلي اللي احسن واغنى من ايهاب 100 مره. هو انت بتحبيه يا سلمى؟ حب؟ والله مش عارفه يا جليله. هو بصراحه يعني اللي بيهمني انه كويس وغني، وبعدين انا هعمل ايه بالحب؟ ما انت حبيتي يا اختي، خدنا ايه غير الهم والغم؟ بقول لك الحب دي كلمه كده بيضحك بيها الفقراء على بعضهم عشان يقدروا يعيشوا، انما الحقيقه بقى الفلوس هي الحب. لا يا سلمى مش صح، صدقيني انا. طب انت قلتي ايه لسلامه؟ قلتي له ان انا مستحيل ارجع لفتحي عشان عايزه ابقى ام. يعني حبك لفتحي مهما كان كبير مستحيل يوازي حبك للامومه. بس دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. كل واحد وحياتك. اسمعي مني انا، انت لو خلفتي عيل ومش قادره تصرفي عليه هيكرهك، وقليل المسابك وطفش. بس انت كده يائسه قوي. لا، أنا فاهمة نفسي كويس وعارفة مكاني. لا لا يا علي لا، الحياة مش كده. ممكن ما تفكريش بالطريقة دي. أنا ما بحبش الموظفين اللي عندي يبقوا ياسين للدرجة دي. أمال أنا أقول إيه؟ أنت سمير بيه؟ بس يا عم ده انا كنت قمر. كنت انزل الشارع من هنا والشارع كله يقف على رجل. كانت كل رجالة الحارة بتجري ورايا، بس عمري ما اتكبرت ولا كنت اعرف الكبر خالص. والله. وبعدين يا خالتي احكي، انما قولي لي أي. هو الحاج كان بيشتغل ايه؟ كان عنده عربية فول، انما ايه زبدة. كانت الحارة كلها والحارات اللي حوالينا بياكلوا منها. اسكتي بقى وجر الشريق. اسكتي، كان صيته واصل لغاية اخر الدنيا. ها. هقول لك، كان يوم الجمعة ياخد العربية ويقف بيها على الكورنيش، وكان بالعافية لما يرضى ياخدني معاه. ليه بقى؟ كان بيغير عليا. وكنت تلاقي بقى العربيات والأفندية اللي لابسين بدل شيك دول واقفين على العربية أمم. وبعدين يا خالتي ولا قبلين يا أختي. بقول لك ايه، هو انت بنتك كانت عيانة؟ تعرفي ليه أنا بحبك يا بنتي يا تميمة؟ ليه؟ عشان انت شبه بنتي. ماتت الله يرحمها وهي بتولد ابنها، ما شافتوش يا عين امها. الله يرحمه. شكلي كده يا خالتي قلبت عليكي المواجع. يا ساتر عليكي، بتتكلمي في حاجات كلها نكد، ما في حكايه خالص عايزاني اقولها تضحك. خلاص بقى معلش. تعرفي انا عايزه اكل، جعانه دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. وما يكونش دلوقتي ليه؟ قومي بقى ايه، نعمل طبق بابا غنوج وجنبيه شويه بطاطس محمره، وبعدين طبق تاني فيه جبنه قريش بالزيت والطماطم. ماشي، وانا هعملك فول بالطشه. طب يلا قومي يا اختي. يلا. والله العظيم حسيت بيك يا سلامة لما قلت لي ان البيه بتاعك قال لك يا حمار. فلوس حلوة قوي يا جدعان. أنا لو معايا فلوس كنت كلته قلم جبته تحت رجلي. على فكرة بقى يا جماعة،
احنا لازم يبقى معانا فلوس كتير قوي. ملايين. ملايين ايه بس وبتاعي؟ قول مليارات. جليلة باعتني. واد الجن. تخيل. جليلة اللي كان عندي استعداد ان اديها عمري كله باعتني عشان خاطر اختها، وبتعمل لي انا محضر في الاسم. بالذم انا مش طلعت حمار زيك بالظبط يا سلامة. لا طبعا، انا احمر منك بكتير. سوق يا سلامة. حاضر يا باشا. تعالى يا سلامة. حاضر يا باشا. انت حمار يا سلامة اللي تشوفه سعادتك يا باشا، والجاموسة كمان لازم الامر يعني. ايه يا جماعه في ايه مالكم؟ ايه؟ انتوا مغمقينها قوي كده ليه يعني؟ طب عليا النعمه وحياة النعمه دي اللي موعى اشوفها تاني، هنبقى اغنى ناس في الدنيا ونبقى 100%. انا جعان. من ايه؟ راح. بقول لك ايه يا سلامة، ما تكلم لنا البت سامية تبعت لنا جوزين حمام زي اللي فاتوا دول. اهو النبي يا سلم، ده البت واقعه على بوزها قوي. انا نفسي اعيش، نفسي ابقى بني ادم يا اخي. عايز الناس تحترمني. هو الواحد مننا ايه غير شويه كرامه؟ صباح الخير. صباح الفل يا مرمر. سام صحي؟ ما نايمنيش طول الليل، دماغه مصفحه، إلهي يخرب بيته. اوه مورو حبيبي. بونجور سام. بونجور. جيجي اختراع هايل، ميكانيزم عندها مظبوط كتير قوي. زي ليلى بالظبط. سام، احنا في حاجات كتير قوي لازم نتكلم فيها. كفايه رحراحه بقى. رهرها. عارف انا الكلمه دي. رهرها يعني خد حقك كويس وكفايه كده. انا جاي لك عشان في موضوع مهم كتير، موضوع شغل هناكل منه شهد زي ما بيقولوا عندكم. جميل. بس انا احب اللي ياخد باله مني ويشوف مزاجي كويس. طب اشرب. اشرب. الباشا موجود؟ موجود. اتفضل يا فندم. خير؟ اكيد في حاجه مهمه هي اللي جابتك بدري قوي كده. بصراحه يا باشا عايز اتكلم مع حضرتك في حاجه مهمه قوي. ماله؟ تعالى. عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا باشا ان انا لحد امبارح بس كنت فاهم الدنيا غلط. كان متهيألي ان انا اقدر اعيش زي ما انا عايز، يعني زي اي حد يحدد هو عايز ايه وايه اللي مش عايزه. صحيح فقير، بس اهو عايز اكبر برضه، عايز ابقى اغنى من كده. بس اتضح بقى ان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من دول من غير ما اتنازل عن كرامتي ومن غير ما اتنازل عن اي حاجه. بس امبارح بقى فهمت يا باشا،
عرفت انا مين. ما هو برضه يا باشا الواحد لازم يعرف هو فين من الدنيا وفين من الناس اللي هو عايش وسطهم. وعرفت؟ واتعلمت يا باشا. والنتيجة؟ يعني من جور السعيد يسعد. عايز تشتغل معايا؟ يا ريت يا باشا. للأسف يا ريت كان عندي حاجة تناسبك، ما كنتش اتأخرت. جربنا يا باشا. انت مش كنت عايز تسافر؟ ما انا فهمت الفولة بقى يا باشا. ما هو بره زي جوه، يعني هو الصفر لما يكون على الشمال هيفرق يعني هو قريب ولا بعيد من الرقم اللي بعده؟ كله صفر يا باشا. انت ذكي قوي يا حسني، وانا بحب الاذكياء قوي. وانا تحت امرك يا باشا. خلاص عدى عليا بالليل، انا عايزك. تمام يا باشا، عن اذنك. اتفضل. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده؟ مين اللي قال لك تعملي كده؟ ده الفطار. اصل حضرتك كل يوم بتنزل مستعجل قوي ما بتلحقش تفطر، فقلت لازم افطرك بدري النهارده. كتر خيرك. طب ايه مستنيه ايه؟ ادخل اوضب لك الحمام؟ اوكي. عيني. اتفضل. صباح الخير. صباح الفل. انا متشكره قوي على امبارح. يا ستي انا المتشكر. بقى لي فتره ما اتكلمتش كده. كلامك كان ليه معنى كبير قوي. صحيح انا مش في ثقافتك بس فهمتك. لا هي مش عايزه ثقافه، هي عايزه عقل يفهم بس. طيب تحب اعمل لك فطار؟ لا متشكر، ماليش نفس. لا لازم تفطر قبل ما تمشي. ما تسمع كلامها يا سمير، اصلها خايفه على مصلحتك. يلا غوري من وشي، روحي اعملي فنجان شاي بسرعه يلا. ايه اللي الذوق دي؟ ايه غوري ومش غوري؟ قلة ذوق؟ ذوق مع مين؟ دي خدامه يا حبيبي. اللي بتعملي ده فيه قله احترام. ما ينفعش تقولي لها اي حاجه تضايقها قدامي، فاهمه؟ حبيبي انا اسفه، بعدين انا جايه من الصبح عشان افطر معاك، بسمع منك كلمتين حلوين تقوم انت تعمل كل ده؟ انت بايخ قوي على فكره. خلاص. بعدين انا مش عايز افطر. ماشي؟ يا اختي، هو احنا مش هنخلص من الحكايه دي ولا ايه؟ انت يا وليه يا اللي تتعامي في عينيكي وتتشكي في مصارينك. انت يا ام شلبي، يا ام شلبي، في ايه على الصبح؟ الله، انت مش قلت ان المعدي لجوزك اشترى لك غساله اوتوماتيك تغسل وتشطف وتعصر من نفسها؟ غسيلك غرق الغسيل. في ايه يا ست فتحيه؟ ايه اللي في ايه يا ست فتحيه؟ هو انا كل ما هلمه هنشغله تاني ولا ايه؟ هو يعني بينقط طين بينقط ميه شويه ولميه. طب يا حبيبتي انا طالعه لك اجيب رقبتك على ايدك. قولك ايه بقى؟ ها؟ طيب والله لا انا طالعه لك يا وليه خايبه يا عيني. ايه بس يا حاجه فتحيه؟ الوليه ام شلبي دي ما عندهاش دم خالص، وتتنقر عليا وتقول لي انا عندي غساله بتغسل وتشطف وتعصر لوحدها. طب اهو غسلها بينقط اهو، انا اطمن انا منين اذا كانت الميه دي نضيفه ولا لا؟ معلش يا حاج سامحيه.
لا مسامحها ده ايه؟ اصل انت ما تعرفهمش، ده كهن نسوان، واحنا لو سكتناها هتركبنا. خلاص يا حاج معلش سامحيه، يا بخت من ايد الوقافي. لا مش هسامحها. طبعا انت بتخاف منها عشان لسانها طويل، لكن بقى لازم تعرف ان انا لساني اطول من لسانها طول الطريق الصحراوي. طب يا خايبه يا حاجه يا حاجه، خدي بالك يا حاجه، الست دي كانت صاحبه بنتك الله يرحمها، وبنتك كانت بتحبها. يا سلام عليك يا زياد، كنت سيبني الاول افش غلي وبعدين تقول لي الكلام اللي مش مهم ده. طب ولو رجعت عملتها تاني؟ خلاص يا حاج، حقك عليا انا. اقعدي بس كده واستهدي بالله. اديني قعدت. ايوه كده. قولي لي بقى يا حاجه، الواد امير فين؟ راح المكتب وخد معاه البت تميمه، وقال لي اقول لك تعدي عليه عشان البركه تحل، وطلب مني كمان ان انا اروح ازوره. لكن هزوره ازاي؟ ده انا رجليا بتوجعني وزي ما يكون فيها مسامير بتدق. يلا وزوري تعبان قوي، صوتي مش طالع. صوتك مش طالع؟ مش طالع خالص. طب وما قلتيش ليه يا حاج؟ اقول ايه ده انا خلاص العظمه خلخلت بقى. انا اللي كنت امشي ادب على الارض تتهز تحتيه امشي كده زي العاجز. يلا حسن الختام. لا يا زياد، وبتجيلي كرشه نفس يا ابني، والله ما بقدرش اخد نفسي، بيتهيألي ان انا روحي هتطلع. لا الف سلامه. طب ما قلتيش ليه كنا هنكشف عند الدكتور يا حاج؟ نكشف عند الدكتور؟ انا اروح للدكتور؟ ده الدكتور من دول يبقى عندك دمل يقول عندك خرام، تقول له عظم بيوجعني يقول لك عندك كساح. وانا يعني مستغنيه عن بقيه عمري ولا ايه؟ لا يا حاجه اطمني، ده دكتور معرفه وشاطر ما تقلقيش. لا يا اخوي، البني ادم طبيب نفسه، الدكتور قال. ماشي، طب سلام عليكم. وعليكم السلام. يا زياد. نعم. تعال اما اقول لك. اهو. هو الدكتور يعني انت مطمن له؟ تعرفه كويس؟ دكتور ايه؟ حد جاب سيره الدكتور؟ الدكتور اللي انت لسه قايل لي عليه. ايوه دكتور كويس، انا اعرفه ما تقلقيش. طب خلاص يعني، ما دام انت بتضغط عليا قوي كده اروح له. ماشي، هعدي عليكي ونروح له سوا. سلام. مع السلامه. طيب يا ام شلبي، اما اشوف انا بقى انا ولا انت. ها قلتي ايه؟ لا يا اخوي، الشغلانه دي خطره وملطوطه. امال يعني سلامه حسني النادر كنت نادراه ولازم توفيه؟ بقول لك ايه يا روح امك، الحدوته دي بقت لبانه في بقك وده مش حلو. يا بنت اسمعي، الحته من دي تعمل 500 600 جنيه في اليوم، وانت هيطلع لك قليله ب 200. يا لهوي، 200 حته واحده؟ طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. على لولا عارف يعني ان القهوه عليها لبش اليومين دول، انا ما كنتش خليت حد يشاركني. يعني انا هخلي حد يشاركني في رزقه نبويه؟ ماشي، هات. عسل، تعالي تعالي يا بنت. يا لهوي، ما تخافيش كده يا بنت. بيتك انا هبعت لك بالاماره، اللي يقول لك الاماره تديله الحته على طول، وما تقلقيش انا هكون مستلم منه الفلوس. ماشي، بس بقول لك ايه؟ لو لعبت بديلك كده ولا كده انت مش عارف هيحصل لك ايه. لا ما تخافيش، ده انا بحبك. ماشي، سلام. علام. فرس. يلا يا جليله، في ايه مالك؟ انت مكسوفه من ايه؟ سلمى مش متعوده على اللبس ده. لا يا حبيبتي اتعودي، وبعدين احنا في شركه محترمه مش في الحاره، ما حدش بيبص لحد. يلا. ايه النور ده؟ ازيك يا سلمى؟ ازيك يا مدام جليله؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. اتمنى ترتاحي معانا هنا في الشركه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. جليله ازيك؟ منوره الدنيا كلها. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. يا جماعه انا عايزكم هنا دقيقه، تعالوا بعد اذنكم. تعالوا. انا عندي النهارده خبرين مهمين. الخبر الاولاني عايزين نرحب بالموظفه الجديده مدام جليله. الخبر الثاني بقى وده الاهم، انا بعلن خطوبتي على انسه سلمى. مبروك فيكي. الله يبارك. يلا على شكركم يا جماعه. الله يبارك فيكم. الله يبارك. امسكي دي.
انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. ولا كلمه. النهارده انتوا اجازه، تروحوا تجهزوا عشان بالليل هعدي عليكم، والنهارده انا عازمكم على العشاء. خلاص يلا هستأذن بقى. يلا. يلا. استنى هوصلكم. ماشي يلا. الو، هو ده مش تليفون استاذ حسام من فضلك؟ ايوه يا فندم. طب ممكن اكلمه؟ والله هو عنده جلسه دلوقتي هتخلص كمان ساعه. جلسه ايه؟ جلسه العلاج الكيماوي. هو حضرتك قريته؟ يا ريت تيجي، ده حالته النفسيه وحشه قوي ومحدش بيزوره خالص. انتوا مسايبينه كده ليه؟ حرام عليكم. وفي مستشفى ايه؟ مستشفى الهرم. جايه حالا. ايه اللي واخد عقلك يا هاله؟ قولي يا عم محمد، هي مرات عبد العزيز بيه ده ماتت من زمان؟ ياه، من زمان قوي، بقالها يجي 15 سنه. بس مش غريبه يعني؟ واحد زي الراجل ده عنده فلوس وما شاء الله يعني ربنا يزيده، ما اتجوزش تاني ليه؟ اصله كان بيحبها قوي. هو انت معاهم من زمان؟ من زمان قوي. الهانم الله يرحمها كانت ست زي السكر. الحقيقه العيله كلها زي العسل، ما يستاهلوش كل اللي بيحصل لهم ده. ايوه يا استاذ سمير. لا انا مش زعلانه، انا مقدره الموقف كويس، وانا لو كنت مكانها كنت هعمل اكتر من كده. متشكره قوي يا استاذ سمير. مع السلامه. عليا، ازيك يا عليا؟ ازيك يا سلام؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت ما رحتش مع عبد العزيز بيه ولا ايه؟ لا رحت، بس جيت بسرعه، عايزك في موضوع. يلا. ايه رايحه فين؟ رايحه اوضب الاوضه لعبد العزيز بيه. طب وانت مالك انت ومال تنظيف الاوضه؟ اصل انا بطلع له الفطار قال لي ابقوا وضبي لي الاوضه. طب بقول لك ايه، اقعدي انت شوفي شغلك وانا هبعت البت زينب تنظفها. لو النبي يا عم محمد لا يفتكر ان انا اتكبرت ولا حاجه، خليني انا انضفها المره دي وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انا ما صدقت يا اخويا اشتغل والنبي. ماشي ماشي يا هاله، ربنا يقويك يا رب. خفي على هاله شويه يا عليا. اخف عليها ازاي يعني؟ مش فاهم. لا انت فاهمه قصدي كويس وعارفه انا بتكلم في ايه. هاله تخصني، وبعدين ما تنسيش ان انا السبب في وجودك هنا. يعني هي بنت حتتي زي ما انت بنت حتتي بالظبط. بلاش تعضي فيها. اظن الكلام واضح. بالاذن يا اختي.
ايه؟ خفتي على درس السؤال؟ انا هقوم واكمل لك الدرس، ما تقلقيش. ما قلتش ليه؟ وايه الفايدة من اني اقول؟ اعرف. اديك عرفت اللي ممكن تعمليه. من امتى؟ زمان. عشان كده بقى كنت بتقولي اسال عنك كل شويه. بصراحة أنا خفت لو مت ما لاقيش حد يسأل عليا، فقلت يعني لما ما اردش على تليفوناتك واديكي وش خشب وكده يعني هتدوري وتسألي عليا. انت نادل على فكره. وعرفت منين؟ انا قلت عشان كده انت كنت حنين معايا. قال ايه؟ علشان تعمل خير فتاخد حسنات على حسابي. ها؟ ده وحش؟ والله ما هنولها لك. بص يا ليلى، انا لما تعبت عرفت انا لازم اعمل ايه في الدنيا دي. عرفت اني لازم اساعد شخص تاني، اغير حياته للاحسن، احاول اخليه احسن واحد في الدنيا حتى لو مش هكون معاه. طب تقدري تقوليلي ايه الفايدة من الدنيا دي كلها لو كل واحد عاش لنفسه؟ الدنيا تبقى وحشة أوي، مش كده؟ لكن احنا ممكن نعيش لغيرنا، نخليهم أسعد ناس في الدنيا كلها حتى لو مش هنكمل معاهم، حتى لو هنموت. انت مش هتموت يا ابني. هتموت ايه بس وبتاع ايه؟ انت اصلا عم زي العفاريت قاعد في الدنيا عشان تفضل تعمل حاجات وحشه عشان تاخد ذنوب قد كده. انت هتخش النار حتف. ها والله العظيم. وانت مش كنت وعدتني ان انت هتعلمني؟ وانا لسه عندي وعدي. طيب يا اخي انا اصلا مخي تخين، يعني عبال ما انت يعني تفكر كده هتعلمني ازاي هتاخد لك بتاع مثلا عمرين على عمرك عبال ما انا افهم. لو انا اللي كنت فاكره انك بترسم عليا. شفت بقى انك ظلمتني؟ ما انا برضه زعلت ان انا ظلمتك. كنت فاكراك بقى بتلون عليا قال عشان تاخد غرضك مني. كنت فاكره نفسي قمر. لا انت ما تعرفيش انت جميله قد ايه. انما الله يكرمك انا حنينه وقلبي رهيف وبصدق. بص بقى انا مشاعري جياشه، انزل اجري اروح اجيب المأذون عشان اتجوزك. طب يلا. طب والمصحف اعملها؟ هو انا اطول اجوز واد قمر زيك كده؟ بطلي كده. بقول لك ايه، انا لازم امشي عشان لو مراد بيعرف ان انا ما فتحتش الجري هتبقى ليله سودة. ليلى انت هتيجي تاني؟ لما تقوم بالسلامه